بحس انه الكوبايات دي معموله للناس ما بتعرفش تتذوق، فانت كاتب له بول كده كوفي. عارف انه قال لك الكوبايات دي بتجيب مش عارف بتجيب قهوه ربو ليه؟ حاجه كده مرض يعني مش عارف. لا هي ممكن تجيب، لو انت ديزاينر وبتبص للديزاين ده هتعمل لك كرييتيف بلوك يعني. ده الضرر الوحيد اللي ممكن كوبايه زي دي تجيبها. عايزين نتكلم عن الاستخدامات. تجيب حاجه مهمه قوي تستخدمها في حاجه عبيطه جدا. ليه بقى؟ لانه الاسبوع اللي فات الميه كانت قطعه واحنا في الدور السادس، والموتور كان فيه كمان مشكله، زيرو ميه. عايز اخد دش، فعملت ايه يعني توقع كده ايه؟ تقوليش اشتريت ميه معدنيه من السوبر ماركت واستحميت بيها يعني لا عملت حل كرييتيف يعني. عارف كأنه جبت مثلا عربية كهرباء وربطتها في عربية كارو. الجيم قدام البيت بس انا اشتراكي في الجيم خلص ولسه ما جددتوش. ماشي. فخليت واحد صاحبي عمل لي انفيتيشن. رحت خدت الشاور. الكوميدي ايه؟ ان اصلا هيجي لك واحد كابتن انت بتستحمى غلط. خفف شامبو والعب صح. فلا بقى الضحك بقى في اصلا السيلز بتاع الجيم بيكلموني كتير عشان اجدد، فهو باصص لي اللي هو ولا انا شفتك قبل كده كنت تيجي وبتاع. فانا اصلا رحت اخد دش كانت الساعه 8:15، فخلاص 9 المكان هيقفل عشان نقفل 9. مش هتلحق تتمرن بس هلحق استحمى. ما هو ده اللي عايز لان هو بيقول له معلش الكابتن هيخش انفيتيشن وبتاعه، وبيدي له الكود بتاعه عشان يخصمها من الانفيتيشنز بتاعته. فهو بيدخل كده البيانات وصل قال له بس الساعه 8:15 يعني عشان احنا معانا 45 دقيقه ونقفل. فانا اللي دارت في دماغي لا انا باخد يا دوب استحمى. انا باخد دش اسرع من كده. المشكله دخلت خدت دش وطالع بقى ماشي في الجيم بشعري نعيما. هي مش كانت عايش. طبيعي ولا بتاخد بلسم؟ خدت مثلا شاور في ربع ساعه وخرجت لبست مثلا في 5 دقايق، فلسه بقى 25 دقيقه بس مش عايز اعمل حاجه. اصل لو انا عملت حاجه هعرق. عاوز استحمى تاني. عايز اخد شاور تاني. فرحت خدت الشاور ومشيت. فهو الواد باصص لي اللي هو انت عملت يعني انت لعبت ايه يعني انت لعبت علينا. وانا كده لعبت عليهم. لعبت في الحنفيه. يعني انا كده تصنف ان انا لعبت عليهم. طب موضوع الميه ده اتحل ولا لا؟ هجدد الاشتراك. هجدد الاشتراك. احنا ما قلناش للناس احنا بنشرب ايه. لحظه بس الراجل كاتبها ايه؟ كوفي. فهل حضرتك اي حاجه استخدمت حاجه عظيمه يعني استخدمت حاجه ليها فاليو خدتها عملت بيها حاجه مالهاش لازمه؟ في حاجات كتير يعني مثلا مش حياتك بس. لا هو لو على حياتي ده مثال عظيم يعني. صعب قوي دي يا محمد. في مره قبل ما الميه تقطع في العماره، في يوم كده بيغسلوا فيه السلالم والمدخل. فاليوم ده غالبا اليوم ده اللي بيخلص الميه يعني. الميه بتخلص بسبب اليوم ده لان الميه بتبقى فيضانات يعني. بتلاقي السلم بينزل الميه والميه جايه من الاوضه المقفوله اللي هو فيه ميه ممكن تحس الطوفان. انت فاهمني اللي هو في ميه جايه من كل ناحيه. البواب اسمه عم بدر. شوت اوت العم بدر. وان شاء الله ما يشوفش الكلام ده. مش هتطلع العماره دي تاني. في احد العمارات اللي انا كنت عايش فيها في حياتي. انت عارف انا كل يومين في عماره. انت كل يومين في عماره. انا لو شغال انا كده مش حلوه دي. المهم مهندس بيشتغل مهندس في قسم عماره. فانا فتحت الاسانسير ولقيت ميه كتير قوي، ميه بشكل اوفر. فتحت الاسانسير كده لقيته هو واقف، هو الست اللي بتنضف. اول حاجه جت في دماغي انه عايز اقول له ايه ده عم هدر. ايه الميه دي كلها؟ بسبب ده الميه خلص الميه. انت عارف ان الموضوع بتاع المشهد بتاع بوشكاش ده حقيقي؟ انهي واحد؟ بتاع انه لما كانت الميه بتيجي فيروح حاطط ايده في عملها بتحصل معايا. في مرات ابقى واقف في المطبخ وفاتح الحنفيه مستني اللي هو اول ما تيجي الحق بقى بسرعه. فقاعد مثلا بقطع حاجه وتيجي الميه اروح سايب بقى ورايح اجري. اول ما اوصل تقطع فامشي اروح اقطع حاجه تيجي اجري الاقيها تقطع. فانا مش ساعة حوار اليوم بتاع المطر الشديد ده كان في خبر انه كهرب كلبين وحمار في فاكر لينا واحد صاحبنا كانت بتمطر زمان يوم كده مطره شديده جدا وهو كان طفل. فالمهم انه المطر عمل برك ميه او بقع يعني بقى في تجمعات ميه جنب عواميد نور وبركه دي او وات ايفر بالكهرب. فالمهم هو قعد اتكهرب فيها فتصعق بقى وكهرباء مع ميه فاتنطر مثلا 2 متر وقع على الارض والناس اتلموا عليه وقوموه. ساعتها ده كان طفل يعني كان صغير مش كبير. المهم انه الناس قوموه بتاع والقصه انتشرت في المنطقه انه يا جماعه خلوا بالكم في طفل اتكهرب. طفل اتكهرب هنا وبتاع محدش يجي. تاني يوم هو صاحبنا ده راح اتكهرب فيها
راح كده فيها تاني واتنطر. والمهم الناس هم بيقوموا يقولوا له يا ابني مش تاخد بالك ده في طفل ده في طفل كده. لا ما انا الطفل. لو في يوم صحيت مفيش ميه انا مش هنزل من البيت كسمكه ولا ايه؟ ما يعني عندي حاجه كده نفسيا انه ما بيبقاش عندي استعداد ان اواجه الناس من غير ما استحمى. لازم شاور بعد كده. انت اللي بيكتبوا لك في الكومنتس اللي هو يا عم روح استحمى. ما هو انا كده بكون مستحمى يعني. فبرد عادي. يعني انت عندك بالنسبه لطريقه تفكير الناس دي انت عندك الحق انك تكتب رايك في انا اوريدي مستحمى من الصبح يعني. وخد بالك يعني موضوع الاستحمام معايا ده ما بيبقاش بعد الظهر، الصبح فاي كومنت هالحق اوريدي مستحمى. تخيل وزير الري وهو حاطط لك عدد امتار، يعني عامل حسابه في البورد بتاعته كده عدد امتار من الميه. بص انا بستحمى يعني ما بهدرش ميه زي عمهات. لو شاف البتاع دي هزعل قوي. بس شرط اساسي ان استحمى يعني ما بطولش. هو دش سريع حتى لو صاحي الساعه 7 الصبح اساسي مش هواجه بشر غير لما استحمى عشان اعرف اقول رايي. عشان اي واحده يقول لي روح استحمى انا بنستحمى. ليه لما حد مثلا يقول لك لو لما تيجي تقول رايي مش عارف مزاجه ليه يقول لك روح استحمى، معفن برضه من حقه يقول رايه. يستحمى الاول. كون انه بيقول روح استحمى دي ما بيلغيش رايه. روح استحمى وتعال قول اللي انت عايز تقول. على فكره احنا عندنا استعداد نسمع رايك بس استحمى. استحمى عشان احنا مش قادرين نشوف. ده شيء غريب اصلا ان هو بيكلمك من ورا سكرين. يعني انت مثلا ممكن تقول له روح يعني مش عارف يعني لو هنتكلم عن النظافه. طيب ما هو الميه مش بتوصل للعفن من الفكره. يعني نشيل العفن اللي بره يعني هنتقبل نوع واحد من العفن. فكفايه اللي في دماغك. لكن هيبقى دي ودي كتير. هل ده معناه ان كل شخص واخد شاور ومستحمى اراءه هو كل واحد مستحمى يجي يقول رايه ولا في الشقه عندنا في الجيم اللي انا فيه عاملين بورد كده وحاطين عليها صور الشباب اللي بتتدرب في الجيم وقدروا يعملوا نقله نوعيه في جسمهم. يحطوا جنبيهم صورتك وانت قبل الاستحمام وبعد. ده بس ده كابتن ما هو نفس الجسم. استحمى تشمته. هتحط في لوحه الشرف بتاعت الجيم. لوحه القرف. هتشال من لوحه القرف. انا اعرف واحد على بمناسبه موضوع الاستحمام ده بيستحمى في ساعه في 60 دقيقه استحمام. ده ايه اصاله ولا ايه؟ انا ما كنتش فاهم موضوع المضيق ده مقفول ازاي. تصدق ما فكرتش في الحوار ده. ما انا كنت يعني في حد كان بيسال سؤال عبثي انه هل يا جدعان هم قفلوا المضيق بان هم جابوا سفينه قفلوا زي قفلوا الحوار كده اللي هو يعني جابوا بس ما حدش يجيب سيره المضيق تاني. يعني هل مثلا جابوا سفينه وقفت بالعرض في المضيق وما حدش هيعدي او مثلا حطوا قماع حطوا قماع مثلا او ظابط مرور هو واحد وقف بسناره وقال ما عادش يعدي اللي هيعدي الخط ده ميت. خطوه لورا. ليه السحب عالي. انا كنت فاكر انه مثلا سدوا حاجه او كان في مثلا حطوا نخله من عالي. قفلوها ازاي؟ قالوا انه السفينه اللي هتعدي امها رقاصه. الطير اللي هيعدي بالسفينه ده مش كده يعني. هو السفن واقفه يعني ايه مش كده؟ مفيش حاجز فيزيكال. امال ايه حاجز نفسي؟ لا مش قادر اعدي المضيق من غير عارف لما واحده تموت يقول لك لا ما اقدرش اخش البيت بعد ما هي ماتت. عندي حاجز نفسي مش قادر اخش. فعلا حاجز نفسي. قالوا لهم اللي هيعدي المضيق هيتضرب. دي المس. هتعدي المضيق بعد الفسحه. لا بس هتعدي المضيق. خدي تعالي يا عمان اقفي على السبوره اللي يعدي اكتبي اسمه. عشان كده الموضوع عامل مضيق هوز ده عامل ازمه. ما مضيق. خد بالك انا بحب السؤال اللي بتاع المضيق ده عشان كان بيتكلم عن المضيق. الناس اللي واقفه في المضيق دول اقول لك عدوا عادي تانية تالت عدوا وما حصلهمش حاجه. شفت انت حوار من ضمن الحاجات اللي في الحرب انه في حاجه AI بتديتكت الالات الحربيه. يعني اغلب الاسلحه اللي حاليا بتتطور بالAI. فكان في حد كان بيتكلم انه هل الموضوع امن لدرجه ان احنا ندي الAI قرار ان هو يقرر ان هو يطلق نار. لانه قال لك خد بالك في حروب عالميه وقفت بسبب البشر. الاخر انت انسان حتى انت وانت في الحرب هيصعب عليك الانسان اللي قدامك انه يقول لك هو الAI هو بيبص
يا استغفر الله العظيم بس شغلي. هل تريد، عارف انت لما بيدي لك يعني هو ما بيقفلش الاي اي ما بيقفلش معاك الكلام هل تريد ان اتصل بالاسعاف؟ هل تريد ان اخبرك بالاسعافات الاوليه؟ انت اللي ضاربني. حسن، الا تعرف المثل الشهير الذي يقول يقتل القتيل ويعطيه انستراكشنز في كنزته. حسنا، ساضربك وابكي وساسبقك واشتكي. طيب احنا في اخر الحلقه ودي تالت مره نقعد ولو انت معانا من اول مره وتاني مره ودي تالت مره وما عملتش لايك وما عملتش كومنت وما شيرتش لواحد صاحبك قلت له دول اتنين زينهم وما عملتش سبسكريبشن وزرار الجرس اللي انا سايبه مخصوص عشانك وكل شويه حد يرن ويجري، انا عجزت. انت اللي مسؤول. استحموا، اتلموا، ما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت. استنانا في الحلقات الجديده. اعمل لايك وشير وسبسكرايب وكومنت وفعل زر الجرس. ولو انت عندك موضوع شايف انه احنا ممكن الموضوع بتاعك نطرحه في هذه الجلسه، احنا بنرحب بكل الناس. بس لو هتقول توبك نتكلم فيه استحمى. ممكن تنزل لي حاجه تقفل المشهد ده. احنا قفلنا خلاص. يا عظمك يا رضا.